وانت بتقرر انك تبدأ حاجات جديدة في حياتك هتخسر وتعاني، بس برضو هتنجح وتنبسط. لأن الحياة كده تجربة واستكشاف، وده بالظبط اللي بعمله هنا في أماكن عايزين نروح ليها. وكالعادة يلا بينا نبدأ الرحلة. وإيه أسهل طريقة مواصلات في الدنيا؟ اللطيف في المكان واللي عجبني انه حرفيا جنب محطة مترو الأوبرا، يا دوبك بخرج بس بتمشى خطوتين ووصلنا وطلعنا بقى المكان نفسه. وطبعا قبل ما نبدأ أي حاجة لازم لقاء خاص مع شخصيتنا المميزة النهاردة مرام. بدأت سكيت من 3 سنين، لكن كتمرين أو إن أنا اهتميت أوي بالموضوع ده من سنة مثلا. يمكن اهتميت بيه شوية، عملت منه علاقات كويسة. عارفة انتي مثلا الصحاب لما يبقوا حواليكي كلهم بيلعبوا سكيت بتلاقي الموضوع ممتع برضه. انتي تلقائيا بتبقي عايزة تبقي فيه أكتر. مرة الناس يعني، بس أنا بدأت الأول من أوائل الناس اللي بدأ التمرين في مصر عموما، هو حد اسمه كابتن محسن، اللي هو محسن بتاع السكيت. هو من أوائل الناس اللي اتعرفت عليها في السكيت. بدأنا إن إحنا نفكر في الموضوع ده شوية. أول مكان رحنا مرنا فيه ما كانش بتاعنا طبعا، كنا رحنا تبع حد والحد ده نصب علينا. شغلنا شهر وما حسبناش. فإحنا يعني الناس كانت حبتنا جدا هناك، سواء بقى كان معظمهم أطفال الصراحة. فالأطفال دول حبونا جدا من حيث التمرين وكده. فلما إحنا في آخر الشهر ما قبضناش وقعدنا فترة كمان، قلنا الصراحة للناس إن إحنا تم النصب علينا، فلا نسيب المكان لأما نتمرن معاكم، بس المكان هيبقى إيه؟ هيبقى وقتها بتاعنا، يعني مش هيبقى تبع الشخص اللي انتوا جايين أصلا على اسمه. الناس طبعا قالت هو أصلا إحنا مش بنشوفه، فكده كده نخلينا معاكم. بعد كده كبرنا المكان شوية، اشتغلنا شوية كويسين جدا في المكان ده، وبعدين انتقلنا منه. بعد كده فصلنا انا وكابتن محسن من حيث التدريب يعني وكده. فهو راح المعادي وانا خلتني شويه في التحرير، وبعدين برضه حصل مشاكل شويه، فانا سبت التدريب فتره بقى. انا سبت التدريب خالص فتره، تمام. ما بقتش امرن في اي مكان ولا لا، بس انا كنت وقتها مشغوله شويه بكورسات تبع فنون جميله، ما كملتش في التدريب قوي. بعد كده شغلي هنا جه صدفة جدا. أنا كنت جاية عشان أعمل إعلان هنا للجيم. زياد كلمني عشان أعمل إعلان للجيم هنا، وبعدين لما جيت والده عرض عليا إن أنا آخد مكان هنا وكده، أجر هنا وكده. الصراحة الفكرة كانت لطيفة جدا. قعدت شهرين وكده، وبعدين حضرت ستات كام واحد كده، وبعدين بقى إيه بدأت إن أنا أشتغل على طول. أي نعم اشتغلت متأخر عشان الأجازة أصلا كانت بادئة من شهرين. انت اصلا ما بدأتش من اول اجازة؟ لا خالص. الموضوع ده فرق شويه، بس فدي كانت ممكن غلطه شويه في بدايه المشروع، ولكن يعني انا كده كده بعمل الشغل ده مش عشان انا يعني مش حاجه اساسيه عندي قوي. هو الموضوع استمتاع ان انا بتعلم حد، استمتاع ان انا بقابل ناس جديده. انبسطت جدا لما نتصور اصلا. انا كمان مبسوطه ان انا عرفت. وهنا بقى كنا بنلبس السكيت، وصدقوني الموضوع يبان سهل وبسيط، بس هو معقد جدا في الحقيقة. وزي اي رياضة في الدنيا لازم يكون في تمارين تسخين في الاول، وخصوصا علشان رجلينا تبدأ تاخد على السكيت اصلا، ونبدأ نعرف ان احنا نلبسه. واعتقد ادائي هنا كان لا بأس به. وصدقوني بعيدا عن اي حاجة انتوا محتاجين تكملوا الفيديو، لان في وقعات غريبة جدا حصلت قدام. ولسه مكملين في التمرينات علشان اول ما نتحرك بالسكيت على البلاط ما نتقلبش شبه الجردل.
ضهرك قدام، تسندش ورا عشان عشان قوي. ودي كانت اول خطوه ليا امشيها، حته صغيره خالص بس كان بالنسبه لي انجاز كبير جدا. ويمكن هنا بس كنت هقع مثلا بتاع 5-6 مرات في الحته دي لوحدها بس، ولكن على الجانب الاخر كان في حد تاني قام بانجاز كويس. الصراحه بودي تألق النهارده في التمرين، بس هتشوفوا قدام ان التألق ده ما كانش بيرفكت قوي. وبعد شويه وقت الحمد لله كان بدأ يحصل تطور بالنسبه لي. مش اكبر تطور في الدنيا، بس بالنسبه لي كأول مره اركب سكيت في حياتي فده كان تطور كويس. ونيجي بقى للضحك كله اللي وراء الكواليس. الواحد ربك هو الواحد، 2 يا الحسن يا الحسين، 3 بالله العظيم ما جاينا تاني، 4 صحبتنا حلوه مربعه، 5 عدد صوابع الكف. بس ده مش معناه اني ما اديتش اداء حلو. يعني خليني اقول عموما ان بجد السكيت كانت تجربة جامدة قوي بالنسبة لي وجديدة من نوعها، ما جربتهاش قبل كده، ويمكن ما كانتش سيف قوي بالنسبة للحاجات التانية اللي جربتها، بس حقيقي انبسطت. تقدروا كده تقولوا عليها متعة من نوع اخر. وكده كده كل الشكر لمرام على اليوم ده فعلا. ولو عايزين تروحوا هسيب لكم اكونت الانستجرام بتاع مرام تحت في ديسكريبشن الفيديو. ولان كل حاجه حلوه ليها وقت وبتخلص فيه، فميعاد التدريب خلص وكان لازم نروح. ومن موقعي هذا بقول لكم ان تدريب السكيت حاجه تستحق انها تكون من اماكن عايزين نروح ليها. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وممكن تقترحوا عليا في الكومنتس اماكن تاني عايزين نروح ليها. وبس كده، سلام. كل واحد بعد ايه؟ هصيطك سميك الواقع بعد كده. انت